دجاجة محشية بالسبانخ من دجاج فقيه. المقادير: حبة دجاجة كاملة من مزارع فقيه، 400 جرام جبنة فيتا، ربع كوب جبنة موزاريلا قليلة الدسم، سبانخ، زيت، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. نبدأ بتحضير الحشوة. نقطع السبانخ، نضيف الملح، نتركهم لمدة 10 دقائق. نعصر الماء الموجود في السبانخ، ثم نضيف جبن الفيتا، جبن الموزاريلا، الملح والفلفل الأسود، نخلطهم ونتركهم على جنب. والآن نبدأ بتحضير الدجاج. نقطع الجلد واللحم من أعلى الظهر لأسفله. نفصل العظم عن الصدر ونقطعه إلى مفصل الفخذ من كلا الجهتين. نزيل عظمة الظهر والصدر. نفصل القسم الصغير ونسحب العظم من الجوانح. نقطع اللحم من جوانب العظم ونزيل عظمة الفخذ والساق، ثم نحشيها بالسبانخ والجبنة. نربطها بالخيط ثم نقليها حتى تتحمر من جميع الجوانب. نحطها بالفرن على درجة حرارة 250 درجة لمدة 45 دقيقة. وصفتنا صارت جاهزة. صحتين وعافية. يقي لحم الدجاج من الإصابة بمرض ألزهايمر الخرف، ويحسن القدرات العقلية كالذاكرة والاستيعاب.